السلام عليكم. اليوم عجبني هاشتاج بالتويتر، اعترف عن شيء أول مرة تقوله. وانتم تعرفوني أنا دائما جريء صراحة. طبعا أنا قبل لا أتزوج، وهذا اعتراف يعني. قبل لا أتزوج أنا أحب لي واحدة متزوجة. يبقى خلينا نقول السالفة عشان تعذروني، بقول لكم السالفة وحلو الواحد يعترف. يوم من الأيام، سنة من السنين، أنا ألعب جودو. كنت أصعد باص وأنا بالردة. أول ما يعني أقرب عند بيتي اللي أنا أحبها، أنزل من الباص أركض، وبعدين أرد أصعد أركض، وبعدين سبحان الله ذاك اليوم مخثع، والتايرين اللي ورا يدوسوني وينكسر الحوض والناس تتجمع علي. أول واحد وقف علي زوجة، قسما بالله. أنا وش لكم بطولة، ويشيلني ويقطني بالسيارة ورا، وتجي هي هذا وتصعد قدام ويطيرون فيني المستشفى. أنا خايف، ما أدري شو أفكر، ما أقدر أمشي، رجولي ما تتحرك، متروع من الحادث، قسما بالله شيء رعب. عموما أول ما وصلت المستشفى، الويل شير، الدنيا، يشيلون الأشعة، ما أدري شنو، البنت تبكي. المهم خلصنا، كانوا يودوني الغرفة. بعد ما وصلنا قال يبغى لما نشوف النتائج، بنشوف شو اللي بيصير. طبعا أشوف المرة تبكي، كان يقول الدكتور الولد صغير، لازم واحد ينام عنده، لازم، ما نقدر نخليه بروحه. كانت تطمر المرة تقول يبا أنا أنام. طبعا طالع زوجها ورده طالعها، كان أقول لها يمه يرحم أمك. طبعا اللي أنا أحبها أمي يعني. تقول لها يمه يرحم أمك، خلي أبوي يعرف يتفاهم مع الدكاترة، يرحم أمك. اي والله. عموما قعدت 6 شهور، وبعدين الحمد لله مشيت شوي عرجة، وبعدين مشيت الأمور تمام. على موضوع تعترف يقول اعترف. يا جماعة بعض الناس صيدات يعني. شوف والله، إذا تبي تتزوج افتح صفحة جديدة. شغل افتح لها قلبي، أو شغل تفتحي له قلبه، أو تتكلم عن ماضيك وبطولاتك والسي في، ما افتح صفحة جديدة، لا تصير صيدة على منك. والله أنا كان عندي ما يا عم نهي ماضي، صفحة جديدة واضبط حالك. يقول اعترف.